المؤثر السعودي خالد العلياني يتفاجأ بهدايا شوكولاتة من صنع الجزائر، وأنواع كتير جدا جدا من الشوكولاتة فاجأته مفاجآت كتير جدا. تعالوا مع حضراتكم نشوف تفاصيل أكتر، بس في الأول كده هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنسوش لايك على الفيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. تم إهداء المؤثر السعودي خالد العليان قبل مغادرة الجزائر باقة متنوعة من الشوكولاتة تفاجأ إنها من صنع جزائري. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هو بقى مبسوط جدا وبيتكلم إن كل ده من صنع الجزائر. أنواع كتير جدا جدا من الشوكولاتة، شوكولاتة قلب اللوز والمحشي، وشوكولاتة سادة، وشوكولاتة قلب لوز قلب البندق محشي. ما شاء الله قبل مغادرته السلام جايب لنا شوكولاتة جزائرية يا مرحبا. طبعا ده كلامه، هذه لا يساوي سويسرية ولا فرنسية، لا جزائرية 100%. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله والله اكتشفت ان الجزائر في الحلويات مبدعين جدا صراحة. أستاذ خالد أحلى شوكولاتة، انتم الأحلى والله، انت الأحلى. وطبعا الشوكولاتة يعني أبهرته جدا جدا بصراحة، لأن يعني ولا 50 نوع شوكولاتة. كان مبهور جدا جدا بشوكولاتة كمان اللي هي قلب اللوز، وقال ان هي اكيد غنية كتير جدا كطعم وكشكل وكمكونات. وبرضه هو اهداهم هدايا من السعودية. طبعا كانت اعظم هدية اللي هي ماء زمزم وسجادة صلاة، وكمان القرآن الكريم، وكانوا مبسوطين جدا. يعني زي ما عليه أفضل الصلاة والسلام والرسول قال تهادوا تحابوا. ربنا يا رب يديم المحبة بين البلدان العربية كلها، اللهم امين يا رب. وانتهى الفيديو مع حضراتكم لحد كده، ومع السلامة.